في 1933 فرنسا كانت دايرة حملات استعمارية في كل جهة ومخلية لا سوس لا الريف لا الصحراء، لكن ما كانتش حاسبة حساب جبل سميتو صاغرو ولا الراجل سميتو عسو أبسلام. كان زعيم قبائل أيت عطا، ماشي سياسي ماشي أمير، راجل من الشعب، لكن قلبوا فيه نار المقاومة وصوته كان كيدوي بسمية الأرض. منين بغات فرنسا تسيطر على منطقة صاغرو جمعات جيوش مدافع وطيران، لكن عسو دخل مع رجالو الكهوف بوكافر وصمدوا 40 يوم كاملة. ما كانوش كيتوفروا لا على سلاح متطور لا على طعام كافي، ولكن كان عندهم الإيمان بالأرض والغيرة على البلاد. الفرنسيين صدمهم الصمود، قنابلهم منفعوش، الطيران منفع، والجنود بدات فيهم الشكيمة كطيح. وفي الآخر فرنسا طلبات الهدنة، لكن بشروط عسو هو، وما خدعش ما ركعش وما مشاش للمنفى. عسو أبسلام راجل من الجبل كتب صفحة في التاريخ بدم الصمود وخلى بوكافر تبقى رمز ديال المقاومة.